احمد اه عايزاك في موضوع مهم. عايزه ريلمي سي 85. انا مش اقل من صحابي. مش اقل من صحابي. طب ما انت معاك احدث موبايل اهو. لا، انا عايزه موبايل ضد الميه. كلمت امي بالموبايل كل شويه يقع في الحوض، كل شويه كل ما اغسل المواعين. هجيبهولك حاضر. يلا. عايزاه امتى؟ دلوقتي؟ حاضر. مش مهم. هو ايه ده رابع فيلم اتفرج عليه، وبيجيبوا من تركيا ولا ايه؟ ماما شوف فين. انت فين يا ابني كل ده؟ انت بقالك 3 ساعات بتجيب الموبايل، ما كنتش الموبايل طلبته مني. طب يلا. لا مش عايزه اخد، عايزه الموبايل. ايه الهبل؟ عايز دلوقتي هعمل عايز ايه؟ ايه؟ هرميه في الارض. تقل ترمي في الارض. انا عارفه ان انت زعلان على فلوسك بس مش هتزعل. ماله بورينا هترميه ازاي؟ ما حصلوش حاجه ولا عارفه لو كان حصل له حاجه يا سما. طب لو انا خدت في الميه دي هيحصل له حاجه؟ حط يا ابني. تعالى يا احمد قرب قرب. قلبه سقيه. قال لا والشاشه شغاله سريعه امال انت فاكر ايه؟ لا والمصحف جامد جامد قوي، مش خساره الفلوس اللي انا دفعتها. انا اللي ببوس ايدك، انا اللي جايبهولك. الهانم قررت انها تحط الموبايل في ميه مغليه. المفروض الشاشه تطق صح؟ المفروض. طلعه بقى. الموبايل شغال زي ما هو يعني لا اقسم بالله الموبايل جامد. ايه بقى مواصفات الموبايل؟ تليفون ريلمي بقى مقاوم للميه بعيار IP69، وبجد دي اكتر حاجه عجباني. والتليفون مقاوم للميه والعصاير واي حاجه فيها سوائل عموما عشان تبقوا عارفين، حتى الزيوت. وزي ما شفتوا حطيناه في ميه مغليه وميه ساقعه بعدها، وزي ما انتم شايفين الموبايل زي ما هو ما شاء الله تحفه وخطير. بالنسبه للبطاريه بتاعته بقى فهي 7000 امبير، انتم متخيلين؟ بالنسبه بقى لشاشه التليفون فهي قويه وواضحه، وزي ما انتم شايفين كده الموبايل ولا بيعلق ولا اي حاجه، وفي منه الاخضر والبنفسجي.